السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشرح لكم طريقة التسجيل في موقع TSU والربح منه. موقع TSU موقع تواصل اجتماعي زي الفيسبوك وتويتر، بس الفرق ان انت بتاخد ارباح على البوستات بتاعتك، على عدد اللايكات، على عدد الكومنتات، على عدد الشير، وكل ما يزيد الارباح بتاعتك هتزيد. اول حاجة هتدخل على الرابط اللي في البوست او في الوصف تحت الفيديو على اليوتيوب، وهتسجل عادي الاسم، اي حاجة، مثلا احمد مثلا، ونكتب اسم الوالد، وهنا نختار مثلا ميل الذكر يعني، وهنا تختار اليوزر نيم بتاعك احمد مثلا علي مثلا كده، عشان يوزر نيم تختار يوزر نيم يكون شغال يعني متاح يعني في الموقع. وهنا تختار الايميل بتاعك اللي هتسجل بيه على الموقع. هنا مثلا هكتب الايميل، اسف مش ده خالص، مسجل بيه قبل كده. وهنا هنكتب هنا باسورد، تكتب باسورد كويس يعني. وهنا نختار تاريخ الميلاد، اي حاجة، بس اهم حاجة يكون السن قديم شوية، مثلا 93، وندوس جوين اند كومبليت بروفايل. تابع معاكم كده تم تسجيل الاكونت. وهنا بيقول لك تحط صورة شخصية ليك وكفر، دول لازم تحطهم علشان دول هيزودوا عدد الاصدقاء بتاعتك واي حد هيقبلك. لكن لو سبت الصورة كده محدش هيقبلك لو بعتله اد خالص، فانت هتضيفهم. وهنا هتدوس تكتب معلومات عنك لو عايز تكتب اي حاجة، وهنا رقم تليفون وويب سايت، وهنا لو عايز تكتب علاقة او اي حاجة، وهنا اللوكيشن. مش لازم يعني تكتب الحاجات دي كلها والمواقع بتاعتك، فانت هتدوس نيكست. بس اهم حاجة الصورة الشخصية والكفر زي ما قلت لك. وهنا لو عايز تخليه متصل بحساب الفيسبوك او تويتر او انستجرام، بس ما انصحش بكده يعني، فهندوس اسكيب وننتظر. وهنا هيجيب لنا الاشخاص المشهورين على الموقع، فانت مثلا هتدوس فولو مثلا ل10 بس منهم، مش لازم تدوس كلهم يعني. فانا بس علشان الصفحة بتاعتك الشخصية، علشان اوريك الشرح بس، فانا هدوس على كام واحد كده عشان تظهر لي البوستات بتاعتهم على صفحتي الشخصية بتاعتي، علشان اوريكم اشرح لكم ازاي. كده انا عملت فولو لكام واحد فيهم، وندوس على اسكيب. وكده هنا بيقول لنا لازم نعمل تأكيد للحساب عن طريق الايميل. هتدخل على الايميل اللي سجلت بيه، مثلا ايميل ياهو، هتدخل على حساب الياهو بتاعك، هتلاقي في الرسائل رسالة تأكيد باسم TSU، هتدخل عليها تدوس، هتلاقي كلمة في مستطيل اسمها فيريفاي، كلمة في مستطيل اخضر نفس اللون ده مكتوب فيريفاي، هتدوس عليها هيحولك للموقع، وكده يبقى انت فعلت الايميل بتاعك. بس انت كده دي هيحولك على الصفحة بتاعتي. انت كده عامل فولو ليا، وابعت لي اد هقبلك على طول في نفس اليوم، علشان انا بفتح دايما وتقدر تتابعني عشان كل جديد. دلوقتي اقول لك على البوستات اللي هتنشرها. تختار بوستات مشهورة يعني تجذب المشاهدين، مثلا تكتب خدع فوتوشوب على جوجل، او مناظر طبيعية HD مثلا، علشان تاخد لايكات كتيرة. يعني انت زي ما تلاحظ انا جايب صور يعني علشان تجمع اكبر عدد من اللايكات معاك والكومنتات، يعني هنا لايكات وكومنتات وشير. وهنا كل ما البوست بتاعك يتنشر اكتر،
يتعمل له شير هتكسب اكتر. يعني هنا الاتنين شير ممكن يساووا 24 لايك. فانت اهم حاجة الشير، يعني كل ما تعمل بوست كويس الناس هتشيره يعني، والناس كلها متفاعلة وكله بيساعد بعضه على الموقع ده. نسيت اقول لكم حاجة، هنا البوستات هندخل مثلا على الصفحة الشخصية، هتدوس على الصفحة الرئيسية، هتدوس على كلمة يس يظهر لك الصفحة الرئيسية. هنا بقى هنا الاسم بتاعك، وهنا هنا النوتيفيكيشن لو حد عمل لك لايك او كومنت او شير، وهنا الرسائل، او تقدر تجيب ده كله من هنا. هنا النوتيفيكيشن لو حد ضافك او عمل لك فولو، وهنا الرسائل، وهنا طلبات الصداقة. بس هنا طلبات الصداقة ساعات بتبقى موجودة 2 أو 3 بس، تقدر تدوس على سي اول علشان تجيب الكل. وهنا الفاميلي تري، يعني لو عايز حد يسجل عن طريقك وتكسب انت هو، فهتدخل على البروفايل وتاخد الرابط من هنا، الرابط بتاعك، وتخليه يسجل من عليه. وهنا ديسكفر يوزر هيجيب لك المشاهير الموقع، بس يعني انت زي ما قلت لك تعمل لايك 10 منهم، فولو 10 منهم بس، مش كتير يعني، علشان تعمل فولو للناس الباقية، علشان انت ليك 1000 فولو بس و5000 صديق زي الفيسبوك بالظبط. انت ليك 1000 فولو، يعني تعمل 1000 فولو، انما انت ليك 5000 صديق، يعني يبقى عندك 5000 صديق، اي حد يبقى عنده 5000 صديق، بس انت يتعمل لك فولو غير محدود، يعني ممكن توصل ل100,000 200,000. انت على قد ما هتشتغل في الموقع على قد ما هتجمع اصدقاء وفولو كتير. زي ما قلت لكم دي الصفحة الرئيسية. مثلا زي ما قلت لكم لما تيجي تنشر بوست، هنا هات فوتو لو عايز تضيف صورة، وهنا تايتل هيكتب لك عنوان للبوست بس بخط كبير، وهنا تكتب اللي انت عايزه في البوست، وتختار صورة. ما تنشرش بوستات كلام بس، مش بتجيب لايكات كتير، لازم تضيف صورة او الصور كتير، يعني تقدر تجيب صور من على جوجل، صور عندك على الجهاز، اي حاجة، بس اهم حاجة. وهنا بابليك، يعني خليها بابليك عشان الناس كلها تدوس لايك. سيبك من فيسبوك وتويتر، عشان ده لو كنت ضفت حسابك هينشرهم على فيسبوك او تويتر، بس ما انصحش بكده. نيجي بقى في البوست، ما تكتبش مثلا فولو مي او الكلام ده، او مثلا اد مي، اوعى تكتب كده علشان هيتم حظرك من الموقع، او هيتم حظرك من الموقع ويتم مسح البوست اولا وحظرك ثانيا. وما ينفعش برضو نفس الكلام تيجي على بوست كده وتكتب فولو مي والكلام ده، لا، ما علق على البوست باي حاجة بس ما تكتبش فولو مي. هتيجي مثلا صفحة الشخصية كده، هتدوس لايك على البوستات كلها، وكل شوية مثلا انت كل ما تضيف ناس كتير، يعني هنا ده اخر بوست هنا من 4 ساعات، ليه؟ علشان دول المشاهير اللي انت لسه عامل ليهم فولو دلوقت. فانت هنا ادي فولو اهو جالك دلوقت، فمش هينفع. فانت هتدوس على تي اس يو كل شوية بعد ما الاصدقاء عدد الاصدقاء بتاعك يزيد. هتلاقي البوستات هنا، البوستات منشورة من ثواني ومش ساعات، يعني هنا انت ما ضفتش حد جديد دلوقتي، انا لسه ما ضفتش حد جديد. فانت زي ما قلت لك هتدخل مثلا على اخر بوست كده، وهنا 53 لايك هتدوس عليهم، او من الصفحة بتاعت اللي هتدخل عليها صفحة سمسم مجدي، هتضيف كل بوست عندي هتلاقي كده اللايكات كتيرة، فانت هتضيف اد وفولو مثلا، كل واحد اد وفولو، اللي تلاقي قدامه فولو بس ما تعملوش حاجة، سيبه، دوس اد وفولو علشان هو هيقبل الاد وهيعمل لك فولو في نفس الوقت، هيرد لك الفولو ان شاء الله. وهنا عندك عدد كبير، يعني هتضيف اللي انت عايزه وبس كده. بس انصحك تضيف ناس من عندي، ما تضيفش يعني بوست مثلا من 4 ساعات، ما تضيفش الناس اللي عليه علشان دول فاتحين من 4 ساعات، يعني مش معقولة هيبقوا فاتحين دلوقتي، وانت وحظك يعني هيقبلوا لو قبلوا دلوقتي يعني.
لكن لو البوستات لسه منشورة، يعني مثلا عندي هتلاقي بوستات جديدة لسه منشورة على صفحتي، فانت هتضيف الناس اهو، في واحد قبل الصداقة اهو قبل، فانت هتبقى. هنيجي بقى علشان الربح ده، الرصيد بتاعك صفر طبعا، في واحد قبل تاني. هندخل على setting، ده الرصيد بتاعك صفر علشان انت لسه جديد في الموقع. فهندخل على setting وندوس privacy وندوس accept to see you beer، نعلم عليها علشان كده هتستقبل الارباح من الشركة ورصيدك يزيد، وهقولك ازاي. بعد كده هندخل على الصفحة، بعد ما علمنا عليها ندوس ابديت علشان تتحفظ وكده يبقى كله تمام. وما تنساش تأكيد الايميل، ده حاجة مهمة جدا زي ما قلت لك، تدخل على الايميل وتأكده بس. وهندخل على صفحة شخصية مثلا، هنلاقي بوست اهو من ساعة، ده الناس اللي انا لسه ضايفه دلوقت، فهتلاقي بوست من ساعة اهو تقريبا. فانت هتدوس على اللايكات برضو نفس الكلام، وتضيف الناس اللي عليه وهكذا. وكل ما تضيف ناس هتقبل، والبوستات هتبقى منشورة من ثواني ودقايق، فكل ما تضيف ناس كتير هتلاقي البوست منشور هيقولك 1 سكند يعني ثانية. هتلاقي كتير البوستات دي بعد ما العدد يزيد عندك، وتحدث الصفحة كل شوية تدوس على كلمة TSU دي علشان يجيب لك البوستات الجديدة، وتلحق تدوس لايك لكل بوست جديد، علشان انت كل ما تدوس لايك على بوست هيجي واحد زي ما انت بتعمل بالظبط. يعني انت تدوس لايك وتدخل على اللايكات وتضيف الناس اللي فيها، وبرضه نفس الكلام، واحد هيجي هيدوس لايك وهيدخل على اللايكات ويضيف الناس اللي فيها وهيضيفك انت معاهم طبعا. بس وهكذا انت عدد الاصدقاء هيزيد، ممكن تجمع عدد اصدقاء زي ما بقول لك 500 واحد في اليوم تجمعهم. وزي ما قلت لك تنشر بوستات كويسة علشان تجمع لايكات كتيرة، كل ما تجمع لايكات كتيرة كل ما الارباح بتاعتك هتزيد، والارباح بتزيد يوميا. يعني اللي هتعمله النهاردة الارباح بتاعتك هتوصل بكرة، يعني بعد الساعة 12 تقريبا او على حسب التوقيت امريكا، على حسب توقيت فرنسا، اسف علشان دي شركة فرنسية بس. وكده شرح يكون خلص. واي سؤال تقدر تكلمني على الرسائل على الموقع، انتوا عارفين الايميل طبعا، تبعت لي رسالة وانا هرد عليكم وهشرح لكم اي حاجة انتوا عاوزينها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت اقول لكم حاجة، اسف. في حاجة مهمة لازم اقول لكم عليها. انا اتحذرت قبل كده من الموقع، كان عندي 5000 صديق و2000 فولو، وندمت الصراحة جدا على الايميل، علشان كان فيه $7، $7 تقريبا، وكانت اللايكات والدولارات بتزيد كل يوم. يعني انا كنت يعني وصلت لمرحلة ان انا بجمع دولار في اليوم، وكل ما تروح هتزيد معاك، هتوصل ل5 و6 و10 دولار. في ناس وصلت ل10 دولار في اليوم حاليا على الموقع. فانا بقول لكم علشان كده زي ما قلت لكم اتبع الطريقة اللي شرحتها في الفيديو، وعشان ما تتحذرش زي ما قلت لكم ما تكتبش فولو مي في الكومنتات والبوستات وكده، علشان هتتحذر زي ما قلت لكم، ولا ادمي ولا تابعني ولا اي الكلام ده خالص. بس تنشر البوست وتنشر تكتب كلام مثلا يوضح ايه اللي في البوست بتاعك، بس مثلا عن طريق هاشتاج، مثلا بنت بتضحك مثلا، صورة بنت مثلا بتضحك، تكتب جيرل مثلا، ده هاشتاج، وتدوس مسطرة، وتعمل هاشتاج تاني سمايل. ده الكلام، الهاشتاجات دي بتزود اللايكات بتاعتك. بس ليك 7 هاشتاج على البوست بس، ما تكتبش اكتر من 7 بس. واتبع الطريقة وان شاء الله. وهنا في ناس عملت لي 2 عملوا فولو دلوقتي وانا بشرح لكم الفيديو، علشان بقول لكم الناس كلها بتساعد بعض على الموقع.
زي ما هتدخل على البروفايل بتاعي دلوقتي، شايفين في واحد صديق واتنين فولو، يعني الفولو اكتر من الفريندز. يعني في ناس كويسة يعني بتعمل لك فولو من غير ما تعمل لك اد، ده حاجة كويسة جدا، على اساس ان انت اللي هتكسب من وراهم، عمرهم ما يكسبوا من وراك خالص، عشان مش بيشوفوا البوستات انت مش بتشوف البوستات بتاعتهم، اللي بيشوفوا بوستاتك وبيتفاعلوا معاها، فانت هتكسب اكتر. وكده خلصت حلقتنا، واتمنى من الكل يشترك في الموقع. الموقع ناس كتير سحبت منه، وبيجي لك طريقة السحب على الحساب الباي بال او اي فيزا. مش معاك فيزا، بيجي لك شيك من البنك، من الموقع TSU، وتصرفه من اي بنك، شيك ب$100، يعني هتروح بيه اي بنك وتصرفه يعني. ودي حاجة كويسة ان هو بيجي لك بالدولار، فانت هتروح تصرفه من البنك هتحوله بالمصري، فهتكسب اكتر. يعني ممكن يقفل معاك 750 جنيه، او ممكن على حسب سعر الدولار في السوق هتكسب، وان شاء الله تجمعوا $100. وبعد انت لو وصلت $100، المرحلة اللي انت هتبقى فيها وانت مجمع $100، بتبقى بتجمع $4-5 في اليوم، ده اقل واجب. زي ما قلت لكم، في ناس وصلت $10 في يوم، في واحد سحب $300 من الموقع، $300 وصرفهم، جاله الشيك لحد البيت. هتختار انت بعد ما تكمل $100، تختار عن طريق الشيك تحويل الفلوس، هتدخل على البنك هنا وتختار تحويل الفلوس عن طريق الشيك. بس هنا لو دخلت مش هيجيب حاجة يعني، علشان انا ريديم بس كده يعني. ونسيب ريديم دي، بعد كده لازم تقرا الكلام ده وتدوس اكسبت، لازم تدخل عليها، وهنا هيجيب لك الارباح بتاعتك. هنا ريديم يور ماني، هي دي. فهنا بيقول لك لازم تكمل $100 علشان تحول، وتقدر تحول منها. وبس كده شرحنا خلص، والسلام.